أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيمس كل بيت فيه أطفال. موضوع عصبية الولاد. الحقيقة هو مش مجرد صداع بيواجهنا كأهالي، لا، ده كمان مصدر قلق وتوتر كبير. في الشرح ده مش جايين نقول إنها مشكلة ولازم ليها حل فوري، لا، إحنا هنبصلها كأنها تحدي محتاج مننا شوية فهم وحب وحكمة عشان نعرف نتعامل معاه صح. بصراحة كده مين فينا متزنقش الزنقة دي؟ اللحظة اللي الطفل فيها بيكون هايج وعصبي على الآخر، وإحنا واقفين مش عارفين نتصرف، نقول إيه ولا نعمل إيه. الإحساس بالعجز ده طبيعي جدا ومفهوم، وأول خطوة عشان نعدي الموقف ده هو إننا نعترف بيه الأول. طيب، خلونا نبدأ بأول جزء، وده أهم جزء بصراحة. هنا محتاجين نعمل شيفت كده في طريقة تفكيرنا. يعني بدل ما نبص للطفل على إنه مشكلة أو صعب، هنبدأ نشوفه بصورة تانية خالص. هنشوفه كطفل بيعاني، طفل بيحاول يوصل لنا حاجة مش عارف يقولها بالكلام. النقطة دي بالذات هي المفتاح اللي هيفتح لنا كل الأبواب المقفولة. الطفل الصغير لسه ما عندوش قاموس المشاعر اللي عندنا، مش بيعرف ينظم اللي جواه. فبدل ما يجي يقول أنا حاسس بالضغط ومحدش سمعني، بيعمل إيه؟ بيصرخ، بيعيط، بيتشنج. العصبية دي في الحقيقة هي لغة. دي طريقته الوحيدة اللي بيعرف يعبر بيها عن مشاعر ضخمة هو مش فاهمها ولا قادر يستوعبها. وهنا بقى بنبدأ نلعب دور المحقق. إيه الأسباب اللي ممكن تكون مستخبية ورا نوبة الغضب دي؟ والغريبة إنها في الغالب بتكون حاجات بسيطة قوي، حاجات ممكن ما ناخدش بالنا منها في وسط دوشة اليوم. طب ليه الحاجات البسيطة دي زي الجوع والتعب بتعمل كل ده؟ ببساطة مخ الطفل لسه بينمو، والحتة اللي مسؤولة عن التحكم في النفس والتفكير العقلاني لسه مش شغالة بكامل طاقتها. فتخيلوا كده بطارية موبايل قربت تخلص، أي ضغطة زرار زيادة ممكن تخليه يفصل. هو ده اللي بيحصل للطفل لما يكون جعان أو تعبان. هو مش بيختار يبقى عصبي، هو فعلا قدرته على التحمل بتخلص. فقبل ما نتعامل مع العصبية نفسها، خلينا نسأل: هو جعان؟ محتاج ينام؟ يمكن كل اللي محتاجه حضن ودقيقتين هدوء. لما ندور على الليه دي، كل حاجة بتتغير. تمام قوي. كده فهمنا الأسباب. نيجي بقى للجزء العملي. وقت الحريقة نفسها نعمل إيه؟ إزاي نطفيها؟ هنتكلم دلوقتي عن كام تكنيك بسيط وفعال يهدي الموقف، يهدي الطفل ويهدينا إحنا كمان، وده الأهم. التلات خطوات دول عاملين زي السلم، كل خطوة بتوصل للتانية. بس أهم وأصعب وأول خطوة فيهم هي هدوءنا إحنا. لازم نفتكر إن الطفل ده مرايتنا. لو شاف توتر في وشنا، توتره هيضرب في السما. لكن لما بنفضل هاديين، كأننا بنبعت له رسالة من غير كلام، بنقول له فيها: اطمن، أنا موجود وهنعدي الموقف ده سوا. شوفوا الفرق عامل إزاي؟ جملة بطل عياط دي كأنها قفلت الباب في وشه، فيها رفض لمشاعره أمر مباشر. لكن جملة أنا شايف أنك متضايق جدا دي فتحت له الباب، فيها تفهم واعتراف. تغيير بسيط جدا في الكلمات ممكن يحول خناقة لصراع قوة للحظة تواصل حقيقية. وده مثال تاني بيوضح نفس الفكرة. لما نقول له الموضوع مش مستاهل كل ده، إحنا كأننا بنقول له إحساسك ده غلط وتافه، بنلغي مشاعره تماماً. لكن لما نقول له ده أكيد موقف يضايق، إحنا بنوصل له رسالة تانية خالص: أنا حاسس بيك، واللي حاسس بيه ده مهم ومفهوم. حتى لو السبب من وجهة نظرنا ككبار يبان حاجة عبيطة، بالنسبة له هو ده كل عالمه في اللحظة دي. طيب، كده اتكلمنا عن الإسعافات الأولية وقت الأزمة. دلوقتي بقى عايزين ننتقل لمرحلة الوقاية. بدل ما نفضل نطفي حرايق، إزاي نمنعها من الأساس؟ إزاي نبني جو في البيت يكون هادي وداعم ويساعد الطفل يكبر وهو مرتاح نفسياً؟ كل نقطة من دول تعتبر طوبة بنبني بيها بيت هادي. يعني مثلا الروتين ده بيدي للطفل إحساس بالأمان. لما يبقى عارف إيه اللي هيحصل بيرتاح وبيكون أهدى. الحدود الواضحة دي بترسم له خريطة عشان يعرف يتحرك في الدنيا. الوقت اللي بنقضيه معاه لوحدنا ده البنزين العاطفي بتاعه. ولما نعلمه يسمي مشاعره زي أنا غضبان أو أنا زعلان، كأننا بنديله عدة وأدوات جديدة يستخدمها بدل ما يلجأ للصريخ. بس عارفين إيه أهم نقطة في كل دول؟ إننا نكون القدوة. الطفل بيتعلم من اللي بيشوفه مش من اللي بيسمعه. بيشوفنا بنتعامل مع ضغوطاتنا إزاي وبيقلد. المقولة دي حقيقية جدا وبتلخص كل اللي فات. دورنا كأهل مش إننا نمنع العواصف العاطفية دي جزء من الحياة. دورنا إننا نكون المينا اللي بيرسي فيه المركب بتاعه لحد ما العاصفة تخلص. هدوءنا الداخلي ده هو أهم وأغلى هدية ممكن نقدمها لأولادنا. وقبل ما نخلص، في رسالة أخيرة ومهمة جدا. الرسالة دي لينا إحنا كأهالي.
رسالة عن إننا نطبطب على نفسنا شوية. لازم نفتكر كويس قوي إن الموضوع ده مش خط مستقيم، ده طريق طالع نازل. هيبقى في أيام هنحس إننا ماشيين زي الفل، وأيام تانية هنلاقي نفسنا بنغلط وبنرجع لورا، وده عادي وطبيعي جدا. المهم بس إننا ما نجلدش نفسنا ونكون حنينين على روحنا ونقوم ونكمل تاني. لأن اللي بنعمله ده في الحقيقة أكبر بكتير من مجرد حل مشكلة عصبية. دي رحلة بنبني فيها جسور من الثقة والتفاهم مع أولادنا. المكسب الحقيقي مش إن نوبات الغضب تختفي، المكسب هو العلاقة القوية اللي بتتبني يوم بعد يوم. وهو ده السؤال اللي عايزيننا كلنا نخرج بيه النهاردة. مش مطلوب مننا نغير كل حاجة في يوم وليلة إطلاقاً. ممكن أول خطوة تكون بسيطة جداً، زي إن المرة الجاية قبل ما نرد على صريخهم ناخد بس نفس عميق، أو يمكن نقفل الموبايل ونقعد معاهم 5 دقايق، 5 دقايق بس بتركيز كامل. أي خطوة صغيرة مهما كانت لو اتخذت بوعي بتبقى بداية لحاجة كبيرة جداً.